الوف. طيب الدنمارك، وانا لسه راجع من الدنمارك يمكن الناس اللي متعرف، الناس اللي شايفانا ومش عارفه الدنمارك الطاقه بتاعتها ماشيه ازاي. الدنمارك اللي الشمس بتطلع عليها في السنه 3 اشهر بالعافيه، يعني 3 اشهر اللي فيها الشمس دي بيبقى كلها غيوم وبتاع عندها محطات طاقه شمسيه. كل البلد، مش بس كوبنهاجن، مفيش حاجه اسمها هناك كوبنهاجن، يعني مفيش حاجه اسمها القاهره وان لا السويس لا والناس تحت ده الفلاحين دول لا، مفيش حاجه اسمها كده. كل الناس على بدايه كل مدينه بتروحها ومصور الكلام ده للناس كلها. مفيش المنطق بتاع العاصمه والاقاليم. لا مفيش حاجه اسمها كده. لا وكل المدن مهمه، كل القرى مهمه. بره بقول لك الطاقه الشمسيه موجوده يا يوسف، حاجه تجنني. بقيت بصور والله بصور يا يوسف، جبت وكلمت، انت عارف لما بروح اصور عشان برنامجي وعشان خاطر اوصل، انا عايز ابقى عين الناس، لان سينجز بليفنج. مهما اتكلمت عن الراجل اللي انا وريته لك اللي هو عمده فيلينيس، لما تشوف تؤمن. هي يعني يقول لك ليس بعد العين. الحكايه بتاعت الطاقه الشمسيه بتاعت الدنمارك دي حكايه مهمه قوي. الدنمارك ورحت هناك صورت للناس كلها في عز المطره، الدنيا مغيمه، ده الصيف عندهم، الدنيا مغيمه تماما ومطره بقى. مطره ايه؟ ان هو لابس حتى الجاكيتات بتاعتي النورث فيس والحاجات بتاعتي، والميه بتدخل لي كانت مغرقاني. وكملت وصورت عشان تعرفوا. رحت سالت، خبطت على البيت بني ادم وفتح لي الراجل، وفتحنا كذا بيت. انتوا بتستخدموا طاقه ايه؟ قال لك طاقه شمسيه طبعا. ده طرق ابواب عشوائي يعني. ليه؟ ما انت ما كنتش مرتب. يعني انت بتعدي فبتستاذن الناس في بيت انك تخبط، احنا ممكن يا جماعه انا فلان ممكن كذا، انا عايز بس انا عشان عايز اعلم الناس عندي في بلدي ان ايه اللي ممكن يعملوه، ايه اللي ممكن يستخدموه كشمس. قال لي ايه ده مصر وبتاع، انتوا عندكم ده انتوا الشمس يعني ما اكترها، انتوا كوكب ندخل جوه. انتوا بتستخدموا الشمس في ايه؟ قال لك احنا بنحوش الشمس في الاشهر اللي بتطلع وشرح لي يطلع لي بره في على كل بيت بيبقوا حاطين اللي هي بتاعه الطاقه الشمسيه، وبره المدينه دي الطاقه العامه. يعني الطاقه دي بيستخدموها في ايه؟ تدفئه الميه. كل الميه سخنه، مفيش حاجه اسمها انك انت تستنى الانبوبه ولا تستنى مش عارف ايه ولا تستنى الميه لما الانجليزي على الانبوبه. مفيش، الميه سخنه على طول السنه من الطاقه الشمسيه. التدفئه لان عندهم الدنيا ساقعه طبعا طول السنه، طاقه ببلاش. وبعدين الكهرباء. تخيل. فبيقول لك ان احنا بدونا مثلا كهرباء، انت محتاج ايه تاني؟ وانت ما ينفعش حاجه. بيقول لي كل اللي احنا حتى بيقول لي لما احنا بيدوهم طاقه معينه يعني عشان خاطر الكهرباء بتاعتهم في بيتهم، فلما بيلاقوا ان هم هيزيدوا بيستخدموا الاوفر او الاكسترا اللي هم حاطينه على بيتهم. شرط بيقول لك كل حاجه احنا بناخدها من الطاقه الشمسيه بنوفرها من الكهرباء بتاعتنا. تعالى نرجع بقى لمصر، الناس بتروح خريجين عشان فكره العاصمه والمدن ده مش موجود بس في كوبنهاجن، ده موجود كله. في كل المدن. لا كولينج وموجود في هيليغود، دي حاجه زي عزبه مش عارف كذا، حاجه صغيره يعني اي مدينه دنماركيه فيها محطات الطاقه الشمسيه والاهالي بيستخدموها كل على حسب قدراته يعني في تجميع طاقه واستبدالها من الكهرباء. الحكومه بتعمل لهم ده، واللي بيقول لك مش عايز يدفع زياده عشان يدفع كهرباء يستخدم كهرباء يحط السولار سيستم بتاعه. في مصر فين يا جماعه الكلام ده؟ الناس اللي متخرجه من كليه هندسه كهرباء ليه ما بنستخدمهمش؟ الناس يا يوسف انا بقول حل هو بسيط جدا، يمكن الناس مش واعيه او الناس مش متخيله ان احنا مشكله اثيوبيا معانا في الطاقه دي كنا ممكن في ثانيه ان احنا نخلصها. يا اثيوبيا احنا عندنا الصحراء الغربيه دي كلها احنا نعمل فيها مولدات طاقه رهيبه. واتكلمت مع ناس من الاتحاد الاوروبي قال لك انت ممكن تصدر لنا، انت ممكن احنا بنتكلم على السعوديه يا يوسف، انت بتتكلم السعوديه والامارات وقطر واكس اللي هم الخليج عايشين حياتهم، شوف ما شاء الله وعاملين مشروعات قد ايه وبيستفيدوا قد ايه من حاجات عشان البترول. طب البترول هيخلص، انت عندك طاقه شمسيه من ايام سيدنا ادم لغايه ملهاش ما فيش حاجه يقول لك احنا هنضل. انت عارف يعني ايه معاك طاقه قويه جدا تصدر لاوروبا كلها وتشوف هتاخد كام مليار دولار. ده الكلام ده محتاج، انت حطيته في جيبك. اثيوبيا معلش اثيوبيا شقيقه يا جميله يا ست الكل، ناس وفد محترم ينزل تطلع من مصر، احنا بلاش السد اللي انتوا هتعملوه ده وهنوفر لكم طاقه ببلاش من مصر، معونه مصريه 25 سنه قدام ببلاش. مشكلتك في الطاقه انت عشان حطيت تعمل اثيوبيا في جيبك، فانا هقول لك اتفضل طاقه. انت حطيت اثيوبيا في جيبك. وبعدين ابعت بقى ناس، انت بقيت ملك افريقيا، ابعت للناس كلها، ابعت يا عمي لليبيا طاقه وابعت لاثيوبيا طاقه وابعت يعني انا بقول لك ان هو ما انت لما تعمل مشروع انت عندك منتج وهتصدره، دي حاجه وعندك منتج وفير يا عمي. عندك حاجه بقول لك انت مش فاهم، انت ممكن تبقى انت ملك افريقيا تاني وانت حاطط رجل على رجل والاتحاد الاوروبي تتسمر عليه، هنديك طاقه وهنديك كذا وهنعمل لك كذا وهنعمل لك كذا. فين؟ وعندنا شباب يعملها، عندنا شباب يا يوسف يعمل كده. يعني انا حاجه من الحاجات مثلا بقول لك عليها ان هو الشوارع بلاش يا سيدي لمض النور بره يا يوسف، كل لمبه حاطينها عليها السيلز بتاعت السولار سيستم وخلاص كده. لما الدنمارك تبقى من اكبر دول اوروبا في الطاقه الشمسيه والجو زي ما انتم شايفين اكتر من 6 اشهر في السنه بنفس الطريقه دي والدنيا بتمطر،
يبقى لازم نفكر احنا ازاي ما بنستخدمش المطره عندنا في مصر وفي الدول العربيه. يبقى لازم نعرف ان عندنا صحراء كبيره جدا لازم نستغل الطاقه الشمسيه فيها. ازاي؟ كل مدن الدنمارك تقريبا بتستخدم الطاقه الشمسيه زي ما انتم شايفين، مولدات في كل المدن بيستخدموا الطاقه الشمسيه عشان خاطر الكهرباء وعشان خاطر يدوا ميه سخنه لكل البيوت، وكمان عشان خاطر التدفئه في الشتاء. ميه سخنه وكهرباء وتدفئه. وكمان المدن اللي ما فيهاش المولدات بتاعت الطاقه الشمسيه اللي ورانا دي بيستخدموا الناس فوق كل سطح بيتهم المولدات بتاعت الطاقه الشمسيه عشان خاطر يوفروا كهرباء. بيقول لك احنا كل اللي احنا بنوفره من المولدات دي بنوفره من فاتوره الكهرباء بتاعتنا، ويا ريت نتعلم من الدنمارك.